النهاردة هنعرض فيديو جديد. بحب أرحب بإخواتي وحبايب قلبي اللي شرفوني جديد في القناة، وأحب إن أنا أنبه وأقول إن هدف من قناتي هو التوعية، لا بنهاجم أفراد ولا أشخاص ولا نظام حياة ولا عادات ولا تقاليد، إنما بهدف التوعية. النهاردة هنعرض قضية وجريمة بشعة جدا، بس أنا عايزة أطرح سؤال في بداية الحلقة: هل الاحتياج هو سبب إنه يخلي الإنسان يوصل بيه ليفقد أعز ما لديه؟ سؤالي مش مفهوم ومش واضح، بس لما تتابعوا القضية والجريمة اللي حصلت هتعرف الجريمة اللي حصلت اللي هتجاوب على السؤال اللي أنا قلته في بداية الفيديو. حصلت تحديدا سنة 2013. بس قبل ما نعرف ايه اللي حصل وايه اللي وصل الأحداث للجريمة البشعة ديت، نرجع كام سنة لورا. كان في أب وأم كانوا اتجوزوا، كان في ولاية فلوريدا في أمريكا، وطبعا إن الأب والأم حصلت بينهم خلافات كتير جدا نتج عنه انفصالهم، وكان عندهم 3 بنات. أكبر بنت لما وصلت ل 2013 كان عندها 8 سنين، وهي دي بطلة وضحية الجريمة بتاعت النهاردة. اسمها تشيرش. طب نشوفها ونشوف قد ايه هي ملاك فعلا. شفتوا قد ايه البنت هي جميلة وهي واخواتها؟ انا هسميها الملاك تشيرش. تشيرش بعد خلافات الأب والأم اللي دامت لسنين كتيرة جدا واللي انتهت بالانفصال، حصل كالمعتاد يعني خلافات ما بين الأب والأم، مين فيهم ياخد حضانة ال3 بنات. وانتهت الخلافات دي ان اللي خدت حضانة البنات ان هم عاشوا مع الأم وصديقها في منزل في ولاية فلوريدا في أمريكا، والأب انتقل إن هو يعيش في ولاية كاليفورنيا. وطبعا عدت الأيام، وفي تحديدا 21/7/2013 جت عطلة وأجازة نص السنة أو أجازة الصيف. أجازة آخر السنة وأجازة الصيف. فطبعا قررت الأم إن هي تبعت تشيرش لوالدها في ولاية كاليفورنيا علشان إن هي تقضي عنده الأجازة، وعلشان كده نزلت قبلها بيوم هي وبناتها ال3 علشان تختار لتشيرش هدوم هي وبناتها التانيين علشان لما تيجي تسافر، لأن لاحظت إن الهدوم عندهم مقصرة شوية، فلازم إنها تجيب لبنتها هدوم علشان تجهز شنطها وتسافر عند والدها وتوصلها المطار. وفعلا راحت الأم في متجر اسمه دولار جنرال، ده كان ليه طبعا سلسلة محلات وكده، فكانت راحت هي وبناتها علشان يختاروا الهدوم وحاجات تانية وكده. بس كان الأم معاها مبلغ صغير تقريبا كان $100، والمبلغ ده لما طبعا اختاروا الهدوم والفساتين، فطبعا البنات زي اي اطفال داخلين مكان فقعدوا ان هم يمسكوا الهدوم يقيسوا حاجة. المهم شافوا هم ايه اللي محتاجينه، لانها كانت عايزة المبلغ ده يقضي الهدوم اللي هم هيشتروها، وفي نفس الوقت يبقى منه جزء علشان تقدر تروح هي وتشيرش للمطار علشان تسافر لوالدها في كاليفورنيا. وفعلا لما جت تدفع حق الهدوم لقت ان الفلوس اللي معاها مش هتقضي. بس وهما في المتجر ما كانوش حاسين ولا عارفين ان كان في ديب بيراقب ضحيته.
ما كانوش حاسين ان في حد كان مترصد لهم ووراهم خطوة بخطوة وكان واخد باله من كل حاجة بتحصل. فاضطرت الام، وهي طبعا مش واخده بالها من مين بيراقبها وايه اللي بيحصل، هي كانت ملهيه في حالها والفلوس اللي على القد اللي معاها ومش عارفه تعمل ايه، فاضطرت ان هي ترجع فستان كانت الملاك بتاعنا اللي اسمها تشيرش هي اختارته، كان لونه ابيض فعلا للملاك الصغير ده. فاضطرت ان هي ترجع الفستان لان مفيش فلوس معاها هتقضي. وهم بقى خارجين من المتجر، طبعا الفستان ده كان من ضمن حاجات هم اختاروه، وخدوا الحاجات الضرورية. فطبعا كان في الديب المترصد ليهم واللي بيراقبهم، كان طبعا انتوا شفتوا المنظر ولا هوضحه لكم اكتر. طبعا جبت لكم جميع المناظر للذئب اللي انا مش عايزه احرق لكم عنه هو عمل ايه ولا هو مين. المهم الديب اللي كان بيراقبهم ومترصد لهم راح للبياع، لان هم سالوا البياع هو كان بيقول لك ايه، قال لهم ده هو جه وقال هم رجعوا الهدوم اللي هم كانوا مختارينها. فالبياع عادي فقال له هما رجعوا الهدوم علشان الفلوس ما قضتش. فهو فهم وعرف ايه اللي حصل والموضوع كامل متكامل. فخرج وراهم بعد ما طلعوا من المتجر بتاع دولار جنرال، فلحقهم بره طبعا لان هم كانوا جايين مشي. ليه؟ لان المحل كان قريب من بيتهم، تقريبا مسافة مشي حوالي من ربع ساعة يعني لتلت ساعة، اقل من نص ساعة مشي. وكمان هم ما كانوش يملكوا عربية فكانوا واخدينها مشي. فهو لحقهم بره وقعد يتكلم معاهم، ومن الكاميرات المراقبة اللي هتوضح لنا ان هو قعد يتكلم معاها يعني مع ام البنات لمدة طويلة تصل لربع ساعة. يا ترى كان بيقول لها ايه في الفترة دي؟ بما انه خبير في الامور دي قرر ان هو يستغل احتياج الام وان هي حزينة وان هي امورها المادية باين عليها ان هي صعبة، وقرر يلعب على الوتر ده خبرة. فقرر ان هو يكلمها ويقول لها انت رجعتي الهدوم وانا اخدت بالي من ده لما كنت في المتجر دولار جنرال، انت لو محتاجة الهدوم دي انا هجيبها لك. فطبعا الام استغربت وانها اتعلقت كده زي بيقولك الغريق اللي بيتعلق بقشاية. قال لها انا هجيب لك الهدوم دي والفستان لان انا عندي بطاقة هدايا من متجر، بس مش من المتجر ده، من متجر وول مارت. المتجر ده يا جماعة وول مارت ده متجر كبير ليه سلسلة محلات في أماكن متفرقة بيبيع بالتجزئة وكده وشامل فيه كل حاجة. فده للعلم عن متجر وول مارت. متجر وول مارت ما كانش فيه المكان ده، كان بيبعد عن المكان ده يعني لو بركوب العربية حوالي ربع ساعة بالسيارة. فطبعا الام استجدت وقال ما صدقت ان هي حد يقول لها كده، وقال لها وهي بتحسبه انه راجل طيب لانه راجل شايفاه كبير في السن، عشان في ناس هيجي يقولوا ازاي هي تامن لحد او تصدق حد غريب. يا جماعه هو عنده 61 سنه وكان شكله باين عليه ان هو اي حد ممكن يتخدع فيه ان هو راجل طيب وباين انه راجل كبير. فطبعا فما شكتش لحظة في كلامه انه كذب او كده. فقال ان هو عنده بطاقة هدايا بقيمة $150 بس من متجر وول مارت في منطقة بلاين تورنر.
فطبعا ان هي قال ان هو هيستني مراته علشان يديها كنوع من الامان يعني، فقال ان هو هيستني مراته عند متجر وول مارت وان هي هتجيله وممكن هي الست يعني تستني، يعني هو مستني مراته فقال لها علشان يديها نوع من الامان ان انت ممكن تستنيها معايا لغايه ما تيجي على مراته يعني، وان هما يروحوا وول مارت مع بعض علشان يشتروا للبنات اللي هم عايزينه. فطبعا استنوا فترة وبعد كده الوقت لما عدى شوية فقال لها خلاص، كان للأسف الوقت ده جو الدنيا قلبت شتاء وهوا جامد وكده، فقال لها ان انتي ممكن تسبقيني على متجر وول مارت تستنيني هناك وانا هاجي واكيد مراتي هتجي لنا على هناك على طول. فبس لعب على وتر كمان ان يعني الشتاء جه في صالحه في وقتها لان الدنيا كانت شتاء جامد جدا، وقال لا فهي كان قدامها حاجتين، طبعا هما ما عندهمش عربيه وهو عنده شاحنه بيضاء اللي هي دي. طبعا الام ما عندهمش عربيه زي ما قلت، فطبعا قبل لو يعني في الوقت الشتاء والهواء الدنيا قلبت من كده مره واحده قدامهم حلين ملهمش تالت، يا اما تروح لبيتها ماشي هي وبناتها في الجو ده وبعد كده يروحوا على وول مارت يقابلوا راجل ومراته زي ما بيقول، او ان هي تروح معاه في عربيته لان هو عرض عليهم ان هو يوصلهم ويروحوا مع بعض متجر وول مارت وهناك هيقابلوا مراته ان هي هتجيلهم على هناك. فاضطرت الام طبعا ما عندهاش حل ان هي ازاي هتمشي مع بناتها في الجو ده في الشتاء والهواء، فقررت ان هي تركب معاه وخصوصا ان هو عطاها الامان اكتر. بس انا مش عارفة هي برضو حد غريب ازاي برضو تدي امان كده. نبتدي اللي جاي اصعب واخطر، وكمان المطمنها اكتر قال ان هما بعد ما يخلصوا الشوبينج بتاع وول مارت وكده ويجيبوا للبنات اللي هما عايزينه ان هو هيرجع يوصلهم تاني لبيتهم علشان الجو اللي قلب ده مرة واحدة. بس الكارثة والمصيبة الكبيرة ان دي اول كارثة هتظهر ان هو اصلا مش متجوز، وطبعا هي ما تعرفش كل ده بس انا حبيت ان انا اديكم اول حاجة او اظهرها عنه اول مصيبة، والمصايب لسه جاية كتير والمرعب جاي اكتر. وفعلا المشوار ما كانش كبير وراحوا بالعربية اقل من ربع ساعة وكانوا هناك في متجر وول مارت. وطبعا هو راحوا كانت الدنيا ابتدت تليل، وهو طبعا كان معاهم من اول النهار طبعا ما عنده وقت وكده فالدنيا ابتدت تليل اكتر، ودخلوا هناك والمتجر كان كبير جدا وقعد معاهم من مكان لمكان ومع الكلام فقعدوا يطمنوا له اكتر وخصوصا الوقت بقى يعدي عليهم وهي حست بالامان نوعا ما من ناحيته. بس المشكلة الكبيرة ان هو كان ليه تصرفات غريبة، هو كان كل نظره وتصرفاته واهتمامه بشخص واحد بس، هي الطفلة الملاك تشيرش، وكان لدرجة ان هو كان بينقلها الهدوم والجزم وكان اهتمامه غريب. بس الام خدت الاهتمام ده بانه راجل طيب وانه يعني صعبوا عليه وانه هو معتبرهم زي ان الطفلة دي حفيدته وان امهم بنته، فهي عطته الامان نوعا ما. فطبعا بقى يعني المثير للدهشة والشك والقلق ان هو كمان لما كان بينقل تشيرش يعني الشوز وكده نقلها يعني شوز خاص ب مش كطفلة، انها خاص بواحدة ست كبيرة، فده كان تصرف غريب قوي لانه حاجة مش لايقة على طفلة. وكمان ان هو لما كانت بتنقي هدوم ولا حاجة كان بيروح لغرفة تغيير الملابس او قياس الملابس ان هو كان بيروح معاها وده راح معاها مرتين وده كان ثابت من كاميرات المراقبة اللي هظهرها لكم دلوقتي.
ده كان تصرف غريب وغير مفهوم، وانا مش فاهمة ازاي الام يعني كل التصرفات دي تعدي عليها وهي مش حاطة في دماغها كل ده. بس الأصعب والمرعب والمحزن جاي. طبعا استغل نقطة ان الوقت ابتدى يتأخر والوقت يعني خلاص المتجر قرب يقفل، فهم كانوا بيشتروا الحاجات والمتجر عشان كبير، فطبعا الوقت كان بيجري، فهو استغل ان هم كانوا معاه من اول اليوم والاخر اليوم، ان هم يعني في الفترة دي كان مالكهم ان هم ما اكلوش، فقرر انه يلعب برضو على النقطة دي خبرة. فهو قال لهم ان طبعا في المتجر ده في محل ماكدونالدز، علشان ان هو هيجيب لهم اكل وكده، رحيم بقى وفي قلبه رحمة، علشان هما ما اكلوش من فترة كبيرة وعلشان البنات كمان الصغيرين. فالام عملت خطأ حياتها، ان هي قال لها ان هو هياخد التشيرش معاه، والمتجر او المطعم جوه المتجر، فيعني ايه مش بعيد. والله يعني لا، مش لو المطعم جوه المتجر ذات نفسه، ده لو المطعم لازق وشايفاه قدامي انا مش هديله بنتي. فده خطأ شنيع وقعت فيه الام، فانا مش عارفة هي عملت كده ازاي. فنرجع الام وافقت واللي حصل حصل، وبعد كده عدى الوقت، وفي نفس الوقت كان المتجر خلاص ابتدى يسكر ابوابه، خلاص هيقفلوا. فالام ابتدت كمان تقلق، لان عدى حوالي داخل على نص ساعة وهو مش موجودين. لا هو ظهر لان هو قال لها ان هو اسمه دون، فعلشان محدش يعني يقول لي هو عطيته الامان متعرفش عنه حاجه ولا اسمه، لا هو عرفها بان اسمه دون. وخصوصا ان هو قال لها جمله غريبه قوي، يعني هي وهي بتتكلم في التحقيقات في النيابه وكده او في المحكمه، قالت ان هو قال لها ان هما بيسالوها هو علق لك على وجود البنات معاكي وكده، فقالت لهم ايوه. قالوا لها طب قالك ايه؟ قال لها ان انتي يداكي ممتلئه، محدش يقول يعني ايديكي ممتلئه يعني ورمه ولا حاجه ولا طحينه، لا هو قصدها ايديكي ممتلئه يعني انت ماسكه البنات، فانت ايديكي يعني ماسكه كذا ايد، فايديكي مليانه ممتلئه، يعني عندك بنات كتير. انا برضو عندي بنتين او عندي 2، هو محددش عنده ايه بالظبط، هو اصلا لا متجوز ولا عنده عيال ولا حاجه. فده هكشف عنه مصايب لسه جاي لسه. فطبعا فالام قلقت بعد الوقت اللي عدى وهو ما ظهروش وخلاص هيقفلوا ابواب المحل، وهي اصلا ما عطاهاش البطاقه اللي قال عليها علشان تدفع حق الهدوم اللي هي اختاروها وكده. والمصيبه يعني هي برضو بتقول الهدوم ومش هدوم، المصيبه الكبيره بنتها فين. بعد قررت ان هي تدور عليهم في المتجر، حتى راحت للمطعم ما لقيتش ليهم اي اثر، لا للراجل ولا لبنتها. والمصيبة الاكبر ان هي كمان ما لقيتش العربية، كارثة كبيرة جدا. فبعد ما قعدت كده قررت بقى ان هي على الساعة كده 11 ان هي تتصل بالطوارئ، لان هي الدنيا اسودت قدام عينيها ومش عارفة تعمل ايه ومش لاقية اي اثر ليهم، حتى العربية اختفت. فطبعا الشرطة على الفور ان هي جت وهي قالت لهم كل المعلومات اللي تعرفها عن الشخصية دي، ان هو قابلها فين وقال لها ايه ونعرض عليها ايه واعطاها الامان علشان قال مراته جاي عشان كده، ان هي عطيته كنوع من الامان ان هو هيقابل مراته في المتجر، فهي عشان كده راحت معاه. فعشان في ناس يقولك انت بناء على ايه عطيتي له الامان قوي كده، هي بتقول كده من وجهة نظرها. فالمهم انا شايفه احتياج اكتر، يعني انا شايفه عشان محتاجه فلوس بس يعني عشان كده انا سألته السؤال الاولاني. فطبعا فلكم ان تتخيلوا خوف ورعب الام على بنتها، واللي هي مش عارفه مصيرها هيكون فين ولا راحت فين ولا ايه. فطبعا قالت المعلومات دي للشرطة، والشرطة قعدت تدور طول الليل على الاسم الراجل ده يعني. بس الشرطة اول ما شافت
كاميرات المراقبة الخاصة بالمتجر وول مارت. فطبعا ان هم عرفوا فورا الشخص ده مين، واللي هو اسمه دونالد سميث. كان ليه صيت وله باع في الإجرام والمرعب واللي ما يبشرش بأي خير إن هو كان مسجل من عام 1970 بإن هو مسجل جرائم جنسية. فطبعا لكم أن تتخيلوا خلاص اتعرف يعني القضية بانت واللي جواها من براها خلاص بان كل حاجة. فطبعا من هنا قعدوا يدوروا عليه، والمصيبة ان هو الراجل ده كان طالع لسه طازة من السجن بقاله اقل من شهر، فان اللي فيه الاجرام بيجري في دمه وتعود عليه وهو على السجون، مع انه خلاص مهما كان العمر كبر وعدى وصل 61 سنة ومرضه اللي فيه فخلاص ما بقى زي كده حاجة بتسرق الدم. طبعا ما بقاش قادرين يغيروه، بس للأسف قعدوا يدوروا عليه طول الليل معرفوش يوصلوا له لغاية ما وصلوا لليوم تاني يوم الصبح وجات له. والمصيبة يعني الراجل بيجح يعني بدرجة غريبة ان هي في شرطية شافت عربية شاحنة بيضة بنفس المواصفات، وأول ما شافته عرفته فورا. طبعا متسجل، وأنا هوريلكم يا جماعة تاريخه من أول ما كان متسجل من 1970 صوره وهو في السجن راية ما قبر. طبعا زي ما انتوا شفتوا من اول شبابه لغاية شيخوخته ان هو في السجون، ومن قضية لقضية، الجريمة وده لا يبشر بأي خير. نرجع لمرجعنا. فطبعا الشرطية اول ما شافته عرفت فورا ان هو يعني خلته في العربية علشان ما تدلوش اي احساس ان هي عرفته او تقبض عليه، وتحسسه بقليل من الامان. ده لا مش هيخسر في الموضوع. وراحت بلغت فورا ان هو للقيادة بتاعتها ان هي لقت الراجل اللي هما بيدوروا عليه، ودي شهادة الشرطية في المحكمة. I came up on this radio which talked to headquarters and advised dispatch. يا جماعة مشهد حقيقي، وهو لما لقوا الشاحنة بتاعته وهيوقفوه دلوقتي وهينزل منها وهيبقى لابس نفس الملابس اللي هي كانت ظهر بيها في الفيديو، معنى كده ان هو ما روحش ولا غيرها او بيسلم نفسه، يعني نازل من الشاحنة ورافع ايده بعد ما وقفته الشرطة وكده. الموضوع ان هو لما قبضوا عليه فورا كان بنفس يعني هو كان يعني بنفس منظره، بنفس الهدوم اللي كان لابسها من اليوم اللي قبليه لما قابل الام وبناتها. فبس كانت الشاحنة بتاعته ما فيهاش الملاك تشرش. فطبعا ده استغربوا قالوا يا ترى فين، وطبعا ده خافوا اكتر يعني لان هو ليه صيت وباع في الجرائم كده من زمان ومن قضية لقضية يعني. فطبعا قلقوا جدا، واللي كان ما بيبشرش بالخير والمرعب اكتر ان هو لما قبضوا عليه وما كانتش البنت معاه ان هي كان بنطلونه مبلول، وده يدل ان هو كان مكان في ميه، فده اللي خوفهم وقلقهم ورعبهم اكتر.
وهو خدوه وقبضوا عليه وودوه لمركز التحقيقات، وان هو طبعا رفض تماما ان هو يعني بكل هدوء طبعا متعود خلاص ان هو على التحقيقات والاقسام والقواضي ما بقتش فارقه معاه واتعود على كده. فطبعا هما بيسالوه عن البنت وكده ما قالش اي معلومه ورفض الكلام اطلاقا. جالهم اتصال من شاهده فادتهم بمعلومة جامدة جدا. طبعا الخبر ده بعد ما طلع واتصدر التلفزيون وكده، الشاهدة قالت ان هي شافت شاحنة بيضاء زي اللي هم يعني قالوا عنها وكده. كانت الشاحنة البيضاء دي وكانت بنفس مواصفات عربية الراجل ده اللي هو كان طلع ما اسموش دون، اسمه اصلا دونالد سميث. فطبعا هو انه بيدلع على نفسه او بيدي اختصار لنفسه فدونالد. فطبعا الست لما شافت عربية شبه او بنفس مواصفات عربيته قالت لهم ان هي شافتها العربية دي في الغابة، وهي العربية دي ما تعرفش يعني هي العربية دي كانت واقفة في الغابة ليه، ولا كان بتتخلص من حاجة ولا بترمي حاجة ولا سبب وجودها في الغابة هي ما تعرفش. بس هي كل اللي لقيته ان هي كانت واقفة العربية في احدى الغابات. فطبعا راحوا الشرطة للمكان فورا وقعدوا يدوروا في الغابة على اي مصدر من مصادر المياه، لان بنطلونه كان مبلول وكده، فده يدل ان هو كان في مكان فيه مية. وبالفعل وللأسف والمحزن هم لقوا الطفلة الملاك غرقانة في الترعة، يعني بحيرة أو ترعة أيا كان اسمها، في اللي ناحية الغابة، وكان محطوط فوقيها بعض الأغصان والحاجات علشان ما تظهرش وما تبانش للناس وكده. فطبعا بمواجهته باللي وصلوا له وكلام الأم والشهود والكاميرات مراقبة وواجهوا له تهمتين: الاختطاف والاعتداء على البنت وكده. فطبعا هو رفض تماما اي كلام وان هو يقول اي حاجه. دي يا جماعه بعد ما تم القبض عليه ودي في غرفه التحقيقات وقاعد بصوا بكل هدوء، بصوا وقاعد منجعص بقى متعود من صغره لغايه ما كبر قاعد عادي. The abduction and murder of a 8-year-old female. I'd like to ask you questions about it. Do you want to talk to us? فبيسألوه يعني التحقيق دوت بسبب ان انت اختطاف بنت عندها 8 سنين هي الطفلة تشيرش وعايزين ممكن نسألك او نطرح عليك بعض الاسئلة. فبكل هدوء لا، رفض طبعا ورفض الإجابة عن أي أسئلة ورفض إن هو يتكلم من الأساس. لما خدها وطلع بيها برا المتجر بحجة إنه هيجيبوا الأكل وهي ماشية معاه الفيديو يا جماعة وهي طالعة هي وهو من المتجر، وهنا وهي العربية خلاص ركبها العربية البنت الصغيرة وماشية لوحدهم، وهنا وهي العربية ماشية بيهم طبعا وفي الدنيا ضلمة. هي مع الأم لما كانت في المحكمة بتدلي بشهادتها عن اليوم المشؤوم ده وبيسألوها على اللي حصل، بتدلي بكافة التفاصيل اللي تعرفها واللي سمعته منه. فهنجيب السؤال اللي اتسألها سؤال بالإجابات اللي هي جاوبتها عليها. When you walked out the front door of the Dollar General? If you really want that dress, I'll get it for you. بيسألها ان هو لما خرج من باب المتجر هو قالك ايه، فقال لها ان هو بتجاوب يعني ان هو قال لها لو انت عايزة الفستان اللي انت رجعتيه ده انا هجيبهولك. Did he make any other comments to you about your children? Yes. قال لها طب هو قالك اي تعليقات عن بناتك؟ فقالت له ايوه. What did he say? He said you look like you have your hands full. I have a couple of little. هي بتقول ان هو قال لها ان انتي ايديكي ممتلئة يعني ان هو عندهم الكلمة دي معناها ان انتي ايديكي فيها كتير من الاطفال، انا برضو عندي 2. يعني هو عايز يديها امان ان هو عنده طفلين. اللي انا هسميه الديب اللي ما جابش لوم عليه بعد ما اتحبس. انا همشي لكم بالترتيب كده مش هحرق لكم الاحداث، بس انا اللي عصبني ان هو جاب اللوم على الضحية. عارف لما الديب يجيب اللوم على ضحيته؟
وهو طبعا في أثناء المحاكمة دكتورة الطب الشرعي كشفت عن مفاجآت خطيرة، بس قالتها وهي بتبكي. فطبعا احنا عارفين ان دكاترة الطب الشرعي بيبقوا قلبهم جامد، يعني شوية متعودين على اللي بيشوفوه في مجال عملهم، بس ان هي توصل ان الدكتورة وهي بتدلي بشهادتها للمحكمة، فطبعا وهي بتبكي. فلكم ان تتخيلوا الطفلة دي عانت قد ايه وهي مع الديب دوت، وقد ايه شافت من عذاب وألم وهي معاه وأثناء وفاتها. الدكتورة الطب الشرعي قالت إن الطفلة دي طبعا هي بتقول وهي بتبكي، بكت بكاء شديد جدا لدرجة طلبت من المحكمة إن هي يدوها فترة استراحة 5 دقايق، وهعرض لكم الفيديو. بس هي وضحت إن كان في جسم البنت كدمات شديدة جدا، وده يدل إن هي دفعت عن نفسها باستماتة برغم إن هي سنها 8 سنين. فطفلة 8 سنين بتواجه ديب وحش عنده 61 سنة، فلكم أن تتخيلوا بالرغم من كده إن هي دفعت عن نفسها دفاع مستميت. وبعد ما هو الديب اعتدى على الطفلة البريئة، طبعا هو خنقها، وطبعا ده كان جوه الشاحنة بتاعته، وبعد كده تخلص منها ان هو رماها في البحيرة اللي كانت في الغابة. طبعا ده الفيديو بتاع دكتورة رون يا جماعة لما سألوها، هي دكتورة التشريح، لما سألوها عن ايه اللي شافته لما شرحت وشافت جثة الطفلة تشيرش كانت متأثرة قد ايه وحابسة دموعها. بصوا هتقول ايه. How is that caused, Dr. Rao? Blunt trauma. Will you first tell the jury what you saw when you dissected her throat? بيسألوها ايه سبب الوفاة او كده، فقالت لهم صدمة حادة. فقالت لهم قالوا لها طب انتي شفتي ايه لما يعني اثناء تشريحك وممارسة عملك يعني في حنجرتها. فلسه بتكمل يعني او بتحاول تقول هي مهمة وظيفتها شافت ايه، يعني هي متعودة على كده طبعا، فما قدرتش تكمل. بصوا. Yes. So what we do is it's. I'm sorry. I have to ما take a قدرتش break. تكمل، قالت لهم انا محتاجة اخد 5 دقايق راحة، مش قادرة. 5 دقايق. بصوا. Break for 10 minutes. كلنا عايزين راحة 10 دقايق كمان. وبسؤاله طبعا عن تهمة الاعتداء الجنسي، لأن هم ثبتوا إن هي تم الاعتداء الجنسي عليها بوحشية جامدة جدا، لأن هو كان رافض يتكلم عن أي حاجة وأنكر تقريبا كل التهم، لأنه كمان كان رافض يعني ومتبلد المشاعر بشكل غريب. طبعا خبرة في مجال الإجرام، ومن السبعينات لغاية 2013 وهو بالمنظر ده يخرج ويطلع من قضية ومن سجن لسجن من شبابه لغاية ما وصل للفترة دي، وهو يعني بقى عنده خبرة في البرود، فكان بارد جدا واخد الموضوع يعني بشكل عادي جدا، وانه ولا في حالة صدمة ولا في اي حاجة، انه وتم ان هم واجهوه. والمصيبة والأدهى ان هو بعد كده قال يعني ان هو يعني قال والدته ان هو ما كانش قاصد انه يقتل الطفله، بس انه اضطر ان هو يعمل كده لان هو كان عارف انه يعني عايز اقول لو سابها ان هي كان هيتم القبض عليه، لان هم شافوه اكيد في الكاميرات ولا كده، فاكيد كانوا هيعرفوا ان هو وهيتم القبض عليه. طب يعني كان ما تسيبها، يعني انا مش فاهمه. تعددت الاسباب والموت واحد، وطبعا هو عذره أقبح من ذنبه. وفعلا أثناء المحاكمة كشفت تفاصيل جديدة وكتيرة طبعا لجميع الناس، بس كانت محزنة ومؤلمة جدا. والأم قالت إن هي دخلها إن هو كانت قلقانة منه شوية، فبس إن هو عطاها كنوع من الأمان لما قال لها إن مراته جاية، وإن دوت إن هي اضطرت إن هي تصدقه، مع إني أنا وجهة نظري الشخصية أنا إن هي غلطانة في الجزئية دي.
وان هي تدي امان لشخص حتى مش يعني لو شايفاه واحد كبير لاي حد في الكون ان هي ما تديش امان، وخصوصا ان هي تدي لواحد غريب يا دوبك لسه عارفاه من كام ساعة تديله بنتها وتستأمنوا عليها. ازاي يعني تكلمه وتديله وتقدر توصل ان البنت تبقى معاه وتروح يعني تغيب عن عينيها فترة؟ ازاي لحد ده انت مش يعني لو واحد غريب بقاله كام ساعة تعرفيه وبتكلميه فتستأمنيه على بنتك؟ لا ده انت لو تعرفيه العمر كله وعشرة عمر ما ادلوش بنتي. ده في وجهة نظري انا، ما استأمنوش على بنتي حتى لو قريب مش غريب. خلاص المحاكمة تم النطق فيها برضو 2013 وتم فيها الحكم العادل الرادع بالإعدام. وبس اللي أنا مش قادرة أفهمه، يعني أنا مش يعني مش بلوم ولا حاجة، يمكن ده نظام وأنا مش فاهماه. هو راية 2022 كان مستني تنفيذ الحكم، ومن البجاحة ان هو في شهر 4 2022 ان هو قدم يعني تظلم بيسموها، بيقدم طلب ان هو عشان يوقفوا حكم الاعدام، والطلب اترفض من المحكمة وده شيء كويس. بس لغاية الوقت ده احنا ما سمعناش ان هو اتعدم. انا بقى عايزه اسال حاجه تانية، هو والدها فين من كل ده؟ احنا اللي انا اعرفه ما شفنالوش اي تعليق او فيديوهات ان هو يظهر فيها ويتكلم. والدتها ظهرت، انما الاب بيلي راح فين وما اتكلمش ليه ولا علق على اي حاجه حصلت لبنته؟ شيء غير مفهوم. ويمكن حصل بس مالوش فيديوهات ولا كلام اتنشر بناء على لسانه، بناء على تصريحاته. ده وجهة نظري. انا كنت عايزه اسال هو بس فين من الموضوع وليه، وحتى لو ظهر ليه ما بانش او محدش سلط عليه الضوء؟ المهم طبعا ده كان توعية للأم وأي حد إن انتم متستأمنوش لأي حد، ما تأمنوش لأي حد غريب والله، ولا حد قريب ولا أي حاجة. خافوا الاحتياج مهما كان الإنسان محتاج ومقص والفلوس. هو استغل النقطة دي إن هي كانت حزينة واختارها بعناية لأن هي شافها إنها كانت حزينة والفلوس مقصرة معاه، فلقى باب سهل إن هو يدخل منه علشان يقتنص وياخد ضحيته اللي هي الطفلة الصغيرة اللي اسمها تشيرش. وده هو خصوصا ان شاف ان هو معهمش راجل، ان هم واحدة ومعاها بناتها صغيرين، فعرف بتاريخه الاجرامي ان هو يسيطر ويعمل قصة ويألفها في خلال ساعات، ان هو كان حقق اللي هو عايز يعمله ويسيطر على تفكير الام لحد ما وصل للهدف اللي هو عايز يوصل له. الحكم رادع، اتمنى ان انا اسمع تنفيذه قريب جدا. لدرجة يعني الحكم من قد ايه هو صعب. القاضي يعني كان يعني اللي هي كانت قاضية وهي بتقول الحكم كانت بتبكي من كتر القضية ما كانت مؤلمة ومحزنة جدا. بجد الأم صعبان عليا، بس ما انكرش ان هي وانتوا اكيد معايا ان هي خطأت اخطاء كتيرة قوي في نقط كتيرة قوي. ومش معنى ان هي كانت في احتياج ان هي توصل بيها ان هي يعني تفقد أعز ما لديها عشان محتاجة الفلوس، وان معهاش. على قد اللي معاها كانت قدرت تمشي حالها وما تقبلش مساعدة من أي حد غريب، لأن مفيش حد بيقدم مساعدة غير ورايا. ما تتغروش يا جماعة بمظهر الناس حتى لو بان لكم الطيبة على الوشوش. صدقوني أكتر الأفراد ممكن يبقى الطيبة باينة على الوش بس من وراها بيبان وشهم الحقيقي، والطيبة دي مجرد قناع بيداروا بيه اللي هم عايزينه شخصيتهم الحقيقية. فعلا الطفلة صعبت عليا جدا، نهايتها كانت صعبة جدا. حتى الطب الشرعي والدكتورة بكت بكاء جامد جدا عليها،
لما كانوا بيطلبوا منها ان هم يوصفوا هي شافوا ايه عندها في الحنجرة وكده، كانت ما قدرتش تكمل وطلبت فترة راحة، لدرجة القاضية قالت ان هو نتمنى ان احنا كلنا ناخد فترة راحة، واخدوا بدل ال5 دقايق اللي طلبتها الدكتورة كانت 10 دقايق علشان يستكملوا موضوع القضية. واكيد اتمنى ان انتوا تكونوا معايا في الموضوع، ان الاحتياج عمره ما يخلي الانسان يعني يآمن لغيره، وفي نفس الوقت يكون ده دافع ان هو بسببه يفقد اعز الناس ويفضل عايش بذنب ووجع فترة طويلة جدا من عمره ان ما كانش عاش طول عمره. بجد ربنا يصبرهم واتمنى، بتهيالي انا يعني قلوبهم هترتاح لما يلاقوا ان الحكم اتنفذ فعلا يعني، وان شاء الله يكون على قريب. بجد انا فرحانه جدا يا جماعه ان قناتي ابتدت تزيد. انا عارفه ان في ناس هيقولوا لي انت شايفه اعضاء عندك شويه قوي، بس الاعضاء تقريبا كانوا اقل من النص اللي موجودين دلوقتي. اسرتي بتكبر، فرحانه وفخوره جدا بيكم. اتمنى لو عجبكم محتوى قناتي تدعموني باللايك، والحمد لله انا شايف المشاهدات ابتدت تعلى وبتزيد، فده وفي نصايح ابتدت تجيلي حتى لو نقد فيها، فده انا شايفاه انها حاجه كويسه ان انتوا بتنصحوني وبتحبوني، علشان اللي بيحب حد هو اللي بيقول له نصيحه ان هو يعملها. ناس تانية يشوفوها نقد، لا انا شايفاها دي حب، ان هما بينصحوني عشان اعمل احسن، وده شيء بيفرحني جدا وبيسعدني. اتمنى ان انتوا اي حد بيتفرج على الفيديو بتاعي يفرحني ويشرفني بوجوده في قناتي. بجد والله شيء بيسعدني جدا وبيفرحني. اتمنى تشتركوا في قناتي، ويا ريت المشاهدات اللي بتزيد دي يا ريت ان هما كمان يخشوا ويسجلوا في قناتي ويبقى متابعين ليا، ويقولوا لي على رايهم سواء بالايجاب او بالسلب. فعلا انا هحسن من نفسي اكتر واكتر، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. وان شاء الله اي حد عايزني ان انا اعرض اي موضوع او قضية لفتت انتباهه، صدقوني انا